أولا شكرا جزيلا لقناة وموقع مدار تيفي. بالعودة إلى مواجهة المغرب والباراغواي، أعتقد بأن أسود الأطلس قدموا مواجهة في المستوى العالي، خاصة في الشوط الثاني. شاهدنا كيف تمكن المنتخب المغربي من تسجيل هدفين بطريقة كربونية، انطلاقات ياسين جسيم وتمريرات وعرضيات أشرف حكيمي. وكذلك على مستوى الفينيش شاهدنا كيف أنهى بلال الخنوس يعني الهدف الأول بطريقة رائعة، وكيف سجل كذلك نائل العناوي الهدف الثاني بطريقة ممتازة جدا. أي نعم، المنتخب المغربي أصابه بعد التراخي واستقبل هدف من رأسية المنتخب الباراغواياني، لكن في المجمل أعتقد بأن المنتخب المغربي قدم وجها مشرفا في هذه المواجهة أمام منتخب لا يقل قوة على المنتخب الإكوادوري. ونحن نعلم جيدا ويقينا بأن المدارس اللاتينية مدارس قوية تمتاز بالصلابة البدنية، الاندفاع البدني، أيضا بالمهارة وقوة المجموعة. وبالتالي أعتقد بأنه يمكن أن نقول بأن المنتخب المغربي خرج بفائدة كبيرة وكبيرة جدا من هاتين المواجهتين، خاصة وأن المنتخب المغربي جرب تقريبا جل الأسماء. شاهدنا كيف اعتمد محمد وهبي على قائمة احتياطية للمواجهة الأولى أمام المنتخب الإكوادور، بدأ بها رسميا على رأسها طبعا بلال الخنوس وسمير المرابط، بالإضافة إلى ياسين جسيم، وكذلك الجناح الايمن شمس الدين الطالبي مكان الزلزولي، مع الاعتماد ايضا على قلب دفاع جديد اللي هو حلحال مكان اللاعب شادي رياض. وبالتالي اعتقد الاسماء كلها قدمت اوراق اعتمادها. يمكن ان نقول بان المنتخب المغربي وصل الى نسبه 70% من الانسجام. اي نعم، لم يتبقى الكثير، هنالك عنصر وعامل مهم جدا هو عامل الوقت لن يساعد محمد وهبي، ولكن نراهن على محمد وهبي ونراهن على يوسف الحجي وكذلك المساعد البرتغالي الخبير ساكرامنتو، من أجل يعني تقديم تشكيلة قادرة على مجابهة الكبار، خاصة في المواجهة الأولى أمام المنتخب البرازيلي. طبعا محمد وهبي أشاد باللاعبين وقال بأنه راضي على أداء اللاعبين وسيطمح أكيد من أجل تحسين بعض الأمور، في انتظار طبعا أن نتعرف على القائمة الرسمية. أعتقد أيضا بأن المنافسة الآن أصبحت شرسة. في وقت كنا نتحدث على أن الرسمية بالنسبة لإبراهيم دياز لم تكن تناقش، الآن ما قدمه ياسين جسيم يؤكد بأنه لاعب سينافس بقوة على الرسمية. كذلك بلال الخنوس، الآن الجميع يتحدث بأن بلال الخنوس يعني في أحسن مستوياته، لا على مستوى الدوري الألماني مع شوتغارت ولا كذلك مع المنتخب المغربي، تطور كبير ولافت وممكن يخطف الأضواء من عز الدين أناحي. الحديث كذلك عن شمس الدين الطالبي مكان الزلزولي. يبقى طبعا الخيار الأهم على مستوى قلب الدفاع بعد أن قدم عيسى ديوب يعني مواجهتين في المستوى العالي. ننتظر من هو الاسم الثاني الذي سيرافق عيسى ديوب في المونديال، خاصة وأن نايف أجرد أيضا مرشح للعودة من أجل المنافسة على هذا المركز الذي يتواجد فيه شادي رياض بالإضافة إلى حلحال وكذلك باعو. فالبعض يتساءل لماذا لم يجرب محمد وهبي باعو في قلب الدفاع. هو يعرف اللاعب جيدا كما يعرف ياسر الزبيري وعثمان معمة، وبالتالي هذه الأسماء يعرفها، لا حاجة له في أن يجربها. لذلك حاول أن يجرب الأسماء الجديدة التي التحقت بالمنتخب المغربي. يمكن أن أقول إجمالا بأن المنتخب المغربي في الأيام القليلة القادمة في المواجهات التي ستسبق المونديال يعني سيصل إلى التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة البرازيل، اسكتلندا، هايتي في كأس العالم. أي نعم، المهمة لن تكون سهلة في المونديال، ولكن تأهل الدور الثاني أعتقد بأنه سيكون سهل، خاصة مع توسيع دائرة المنتخبات المشاركة. لكن المنتخب المغربي نراهن عليه من أجل على الأقل أن يتواجد في دور الثمانية، ولما لا مربع الكبار، خصوصا وأن كل الأنظار الآن وكل الترشيحات تصب في صالح المنتخب المغربي من أجل مجابهة كبار القوم في كرة القدم العالمية. الذي يعجبني في محمد وهبي شخصيا هو أنه مدرب جريء شجاع جسور، لا يخاف ولا يهاب التغييرات، ويعلم يقينا بأنه ليس هنالك مجال للمغامرة، ومع ذلك يغامر ويجرب أسماء جديدة. نتمنى له إن شاء الله التوفيق، ونتمنى كذلك التوفيق للمساعد يوسف حجي اللي يقدم أيضا خدمة كبيرة كما كان كذلك يعني مع طارق السكتيوي في المنتخب المحلي، كذلك بخبرة ساكرامنتو المساعد السابق لجوزي مورينيو، الطاقم الفني الطاقم الإداري. وإن شاء الله المنتخب المغربي سيظهر بوجه مشرف في المونديال القادم.